السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جيتكم فكرة باهية وجيتكم بموضوع باهي. الموضوع هذا يخص نساء بركة. دونك نساء بركة شنو هو؟ دونك هنا باش نحكي لكم على برنامج رائدة. ايش معناها برنامج رائدة؟ هذا البرنامج وضعته وزارة المرأة والطفولة. وزارة المرأة معناها هي وزارة المرأة والطفولة بالتعاون مع بنك التضامن. برنامج رائدة هذايا. دونك البرنامج هذايا وضعته الوزارة للنساء باش تبدا باش عندها الحق باش تاخذ قرض باش تعمل به مشروع. دونك شكون عندهم الحق باش ياخذوا قرض؟ النساء الكل، خاصة المتخرجين منهم واللي عندهم دبلوم في حرفة ولا اللي عندهم حرفة وما عندهمش دبلوم ينجموا تكونهم وزارة المرأة بالتعاون مع وزارة التكوين المهني ولا وزارة معناها ثم تتعاون مع شكون وتكونهم وتولي عندهم دبلوم. دونك القرض هذا يتراوح ما بين يوصل من 0 دينار حتى يكشي ل 150 مليون. الحاجة الباهية اللي في القرض هذايا المبالغ اللي ما تفوتش 10 ملايين بدون فائض. معناها تنجم تاخذ قرض ولا مبلغ قيمته حتى يوصل 10 ملايين بدون فائض. تاخذ 10 ترجع 10، تاخذ 8 ترجع 8. وهنا تقعد الوزارة تتبعك في المشروع وتمشي معاك وتكونك وتعاونك وتنجم حتى تعاونك في البيعان وكل شيء. بالنسبة اللي باش ياخذوا أكثر من 10 ملايين حتى ل 150 مليون، دونك هنا حتى بالفائض. دونك الفائض هذا يتحدوا البنك التضامن معناها قداش. والتمويل الذاتي زاد ما غير تمويل ذاتي، معناها التمويل الذاتي تدفعه لك وزارة المرأة اللي هو 20% و80% تعطيه لك بنك التضامن. دونك هذايا عملوه اسمه برنامج رائدة خصيصا للنساء. دونك اللي متخرجين ولا اللي عندهم شهادة في التكوين المهني ولا شهادة حرفية، حتى اللي ما عندهمش شهادة راهم يكونوهم عندك حرفة متعلمة صنعة في الفلاحة في أي مجال، فهمتني؟ دونك يعاونوك وينجموا حتى معناها يعاونوك وتاخذ دبلوم وتبدأ مشروعك ويتبعوك. والمبلغ ينجم يوصل حتى ل 150 مليون. لا غير انت ما تجيب حتى فرنك. المهم مشروع مدروس. وتنجموا وين تتصلوا بالمندوبيات الجهويه لوزاره المراه في كل الولايات. معناها في كل ولايه فما مندوب جهويه